اهلا بيكم في حلقة جديدة في قناة مفاتيح الكون. معايا انا كوين. النهاردة معانا حلقة جديدة، وحلقتنا النهاردة بتتكلم عن قانون الجذب. قانون الجذب ده عبارة عن ايه؟ قانون الجذب ده معناه ان انت تقدر ان انت تجذب اي حاجة في حياتك بكل سهولة، بمجرد ان انت تتدرب على الشيء ده، وان انت تآمن بالشيء ده وتآمن بقوة عقلك الباطن. تقدر ان انت تجذب اي حاجة في حياتك انت حابب ان انت توصل لها، اذا كانت فلوس، اذا كانت شهرة، اذا كانت شخص انت بتحبه، اذا كان مثلا بيت، عربية، اي حاجة ممكن تيجي على بالك انت قادر ان انت تجذبها. لان ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا القدرة دي، بس احنا يعني في ناس كتيرة جدا ما تعرفش ان هي تستخدم القدرة دي او النعمة اللي ربنا اداها لنا دي، علشان خاطر نقدر نوصل لحاجات كتيرة جدا احنا نفسنا ان احنا نوصل لها، بس مش قادرين ومش عارفين ازاي. زي بالظبط كأنها سحر. قوة طاقة الجذب دي من عقلك الباطن، لان عقلك الباطن ده قوي جدا جدا جدا. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن قوة العقل الباطن في ان هو يوصل رسالة لشخص معين، وان انت تقدر ان انت ترسل اي رسالة لاي شخص وتقول له اي حاجة انت حابب ان انت تقولها من خلال عقلك الباطن. عقلك الباطن ده في حاجات كتيرة جدا جدا لسه هتكلم عليها في المستقبل ان شاء الله، تقدر ان انت تعملها بعقلك الباطن. في ناس كتيرة جدا ما تعرفش ازاي تعملها وازاي تستخدم عقلها الباطن صح في ان هي تحقق كل حاجة هي محتاجاها في حياتها. انا النهاردة جاي اعلمكم النهاردة ازاي تحققوا كل اللي انتوا عايزينه وكل اللي انتوا محتاجينه في حياتكم من خلال قانون الجذب. وطبعا مفيش اي حاجة بتحصل او بتتم غير بإرادة ربنا طبعا. فاذا ربنا شاء انت تقدر ان انت تستخدم طاقة الجذب دي، لان ربنا بيسوقها ليك بمجرد ان انت تبدأ ان انت تجذبها ليك، او ان انت تعمل جلسات الجذب دي ليك. فربنا بيخليها ان هي توصل لك. القدرة اللي ربنا اداها لنا دي هي بفضل الله تعالى، ومفيش حاجة نقدر نعملها غير إرادة الله طبعا. علشان خاطر أنا عارفة إن في ناس ممكن تعترض وتقول لك لا، يعني هو العقل الباطن اللي بيعمل، لا هو الباطن اللي مش عارف اللي بيعمل ايه. لا لا لا، مفيش الكلام ده خالص، كله بقدرة الله تعالى. تمام. طبعا لازم لها تدريب، يعني فترة كويسة علشان خاطر تقدر ان انت تجذب الحاجة دي. اول حاجة زي ما احنا قلنا في التخاطر، لازم تآمن بالحاجة اللي انت بتجذبها، او تآمن بان انت قادر ان انت تستعمل قوة عقلك الباطن ان انت تجذب بيه الحاجة. مينفعش ان انت تكون مش مقتنع بالحاجة دي، او مش مقتنع ان عقلك الباطن قادر يعمل كده، وبتعمل الجلسة ومستني ان هو عقلك الباطن يستجيب. لا، اللي عقلك الباطن بيسمعه منك، او اللي عقلك الباطن بتقوله ليه بيصدقوا وبينفذوا. زي مثلا على فكرة في ناس كتير قوي ممكن تقولك انا تعبانة، انا مرهقة، انا مثلا انا مريضة. ناس تدعي المرض او ناس تعيش في حالة معينة، فبتلاقي ان هي جات لهم فعلا الحاجة دي. ازاي؟ ان هو جذب الحاجة دي ليه، ايا كانت الحاجة دي ايه. يعني في ناس كتيرة جدا زي ممثلين وممثلات مثلوا ادوار للاسف كانت سلبيه، فجذبت ليهم الحاجه السلبيه اللي هما كانوا بيمثلوها. زي مثلا واحد بيمثل ان هو بيموت، فتلاقيه بعديها بفتره صغيره جدا تلاقيه الشخص ده مات بنفس الطريقه اللي هو مثلها بيها. انا شفت كذا ممثل وممثله حصل لهم نفس اللي هما مثلوه بالظبط، ان هو مثلا شخص عيا او جاله مرض معين ومات بيه، فسبحان الله العظيم بتلاقيه من كتر ما هو بيعيش في الدور، او ان هو يعني بيحس ان هو فعلا مريض علشان خاطر يمثل الدور بشكل متقن. فسبحان الله العظيم بتلاقيه فعلا بعديها بفترة صغيرة بيجيله المرض اللي هو ادعى ان هو فيه، او ان هو مثل ان هو فيه، والمرض ده فعلا بيموته بنفس طريقة بالظبط اللي في المسلسلات والافلام اللي هم مثلوها. زي مثلا برضو اعرف تجربة شخصية قدامي، واحدة صاحبتي كتبت ان هي عندها مش عارفه الغده باين او حاجه كده اللي هي بتورم الحته دي قوي، فكتبت علشان خاطر ما تروحش المدرسه، واتصل بالمدرسه قالت لهم انا عندي الغده ومش عارف ايه، والغده درقيه اي ثينك. فاعتذرت وفعلا اخدت اجازه وقعدت في البيت.
بعدها بكام يوم سبحان الله العظيم جات لها فعلا الغدة الدرقية وعملت لها الحتة دي ورمت تماما، وتعبت جدا 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 جدا. فمن ساعتها اتعلمت ان هي بعد كده ما ينفعش ان هي تقول ان هي تعبانه او ان هي تعمل اي حاجه من الحاجات دي. ساعتها احنا ما كناش نعرف اي حاجه عن قانون الجذب، بس احنا اكتشفنا ان فعلا اللي بيقول حاجه او ان هو بيقنع نفسه بحاجه معينه فعلا بتحصل له. زي انا برضو مثلا حصلت معايا، يعني حصلت معايا ان انا كان البيت كله جايله كورونا، وانا برضو يعني كنت بحاول ان انا على قد ما اقدر ان انا اتفادى الكورونا وان انا ابعد عنهم والكلام ده كله، لحد ما حسيت ان فعلا في اعراض زي مثلا احتقان والكلام ده كله، حسيت ان في عندي كورونا. فاقنعت نفسي ان الكورونا دي فيروس ضعيف جدا وان انا قادره ان انا اتغلب عليه وان مفيش اي حاجه من الحاجات دي. وقعدت اقنع نفسي واخدت طبعا مضادات علشان خاطر مناعتي والكلام ده كله. وسبحان الله العظيم تاني يوم صحيت من النوم الحمد لله والشكر لله ما كانش فيه اي تعب خالص، على عكس طبعا اهلي كلهم كانوا تعبانين جدا جدا. فالحمد لله والشكر لله يعني بفضل ربنا ان انا اقنعت عقلي الباطن، فصحيت تاني يوم الحمد لله والشكر لله كنت تمام جدا وما كانش فيا اي حاجه. ودي كانت تجربه شخصيه مني يعني، واثبت لي فعلا يعني ان انت لما تقنع عقلك الباطن بحاجة معينة بتحصل فعلا، وان انت تقدر تعمل اي حاجة بمجرد ان انت تقنع عقلك الباطن ان دي حاجة موجودة. ده اللي يعني ده اساس قانون الجذب، ان انت تقنع عقلك الباطن ان انت عندك الحاجة دي. زي مثلا ان انت ممكن تعمل جلسة زي جلسة التخاطر بس من غير ما تنام، يعني هتهدي ضوء الأوضة، هتقفل على نفسك الأوضة طبعا، تقعد في مكان هادي جدا جدا جدا، مفيش أي حد يقطعك أثناء ان انت بتعمل التخاطر أو قانون الجذب بتاعك. اتأكد ان مفيش أي حد هيقطع الجلسة دي، لأن الجلسة دي لو اتقطعت انتباهك هيتشتت، هتتملى طاقة سلبية وحاجات كتيرة جدا. فمينفعش انت تعمل قانون الجذب أو التخاطر أو أيا كان اللي انت بتعمله ويكون في حد ممكن يقطعك او يفتح عليك الاوضه او ينادي عليك. يعني يا ريت يكون بيتعمل بالليل قبل النوم في وقت هادي وكله نايم وكده. فتبدا ان انت تعمل قانون الجذب بتاعك، تشغل اي صوت هادي، اصوات شلالات، اصوات مطر، الاصوات الطبيعيه الهاديه دي اللي هي بتخلي الواحد يسترخي اساسا. تمام. او ممكن لو انت من النوع اللي هو لو حاجه شغاله جنبه وما بيعرفش يركز ممكن ما تشغلش خالص، وتبدا ان انت تغمض عينك وتعمل تمرين التنفس اللي انا قلت عليه في الفيديو اللي فات بتاع التخاطر، وتاخد نفس عميق يعني 3 4 5 مرات لحد ما تحس فعلا ان يعني ذهنك صافي وان انت مفيش اي حاجة بتفكر فيها في الوقت ده، وتسترخي تماما وتبدأ ان انت تفكر في الحاجة اللي انت عايز تجذبها. مثلا بتجذب فلوس، فتخيل ان انت دلوقتي يعني طبعا تتخيل الخطوات والاسباب. يعني مثلا لو انت عندك مشروع معين، عندك شغل معين، تخيل ان انت يعني مثلا جاتلك فرصة شغل كويسة جدا ومنها حصلت الفلوس بتاعتك، وتتخيل بقى الحاجات بالتفصيل. يعني مثلا الشخص ده اتصل بيك وقالك ان في شغل، وبعد كده تتخيل ان انت بتقبض الفلوس بتاعتك، وبعد كده تتخيل ان انت بتشتري بيها مثلا عربية، تشتري بيها بيت، تشتري بيها ايا كان، وهكذا. يكون الموضوع بالتفصيل الممل كأنه حقيقة، وتعيش في الجو فعلا ان انت فعلا بقى معاك الفلوس دي او بقى عندك العربية دي او بقى عندك البيت ده او ايا كان الشيء اللي انت بتجذبه. او ممكن كمان تجذب الشخص ليك عن طريق التخاطر، وهو التخاطر بيمشي مع الجذب برضو يعني. فان انت تتخيل الحاجة دي، طبعا الجذب مش هيكون عامل زي التخاطر مرة واحدة مثلا في اليوم او كده، لا، انت لازم تستمر على الحاجة على قانون الجذب ده لمدة 21 يوم. 21 يوم علشان خاطر الحاجة اللي انت بتستمر ان انت تعملها لمدة 21 يوم عقلك بيقتنع بيها وبيتبرمج عليها فعلا. فانت لازم خلال 21 يوم تعمل الجلسة دي كل يوم بالليل، تتخيل الشيء اللي انت عايز تتخيله، وتعمل تمرين التنفس بتاعك طبعا تتخلص من اي طاقة سلبية، وتتخيل اللي انت عايز تجذبه ليك بكل تفاصيله. وطبعا بعد ممكن الجلسة دي كمان ممكن تجيب ورقة وقلم وتكتب بالورقة والقلم تأكيدات ان انت مثلا شخص غني، انت عندك عربية،
يعني علق الحاجات دي بقى عندك في اي مكان بتشوفه قدامك، عشان التأكيدات دي توصل لعقلك الباطن. والتأكيدات دي طبعا بتخلي الموضوع الجذب اسهل كتير ليك، ان انت مثلا تكتب الكلام ده، ممكن تحطه في حتة انت بتشوفها كتير، او ممكن لو انت مش حابب ان حد يشوف الورقة دي، ما في ناس ما بتأمنش خالص بقانون الجذب والكلام ده، فممكن ان انت تخليها في اوضتك، كل ما تدخل اوضتك تشوف الورقة، او تكتبها كل يوم او كل شوية. اي ورقة قدامك تكتب قدامك ان انت مثلا انا دلوقتي عندي عربية، انا دلوقتي غني جدا، انا دلوقتي كذا. دي توكيدات بتأكد لعقلك الباطن ان دي حاجة فعلا حقيقية، وبيبتدي ان هو يجذب الحاجة دي ليك، بيجذبها ليك، وبيبتدي ان هو ياخد خطوات ان هو ينفذها. بتلاقي ان في فعلا حاجات بتحصل يعني بتمهد لك ان انت توصل للحاجة اللي انت حابب ان انت توصل لها فعلا، وبتلاقي الموضوع نجح فعلا. بس اهم حاجة ان انت تآمن بان انت قادر تعمل كده، وتآمن بقوة عقلك الباطن. وبس كده، هي دي حلقتنا النهارده. يا رب تكون عجبتكم حلقتنا. لو عجبتك اعمل لايك، سبسكرايب، وعلق لي في الكومنتات حابين اتكلم عن ايه تاني. ولو اي حد عنده استفسارات ممكن تبعتولي على الانستجرام، انا حاطه الرابط بتاعي هنا. وبس كده، يلا باي.